حضرتك بتسافر قطر ولا الكويت تشتغل، دول الخليج، بتفضل مؤجر شقه حتى لو قعدت 10 سنين وعمال تتملك فين؟ تبعت مصر قول لهم اشتروا لي الفيلا الفلانيه، او اما تنزل في الصيف تشتري في الساحل. ليه؟ لان انت في غربه فمش هتملك. طيب لما جيت تجيب عفش في الشقه اللي انت فيها غريب دي، جبت عفش شكله ايه؟ رحت بصيت لعفش مستعمل او ارخص حاجه في السوق، والعفش الجديد البراند الماركه العاليه جبته حطيته فين؟ في شقتك اللي في بلدك، ومحدش بيستنكر ده عليك، صح ولا لا؟ ليه؟ لان انا هنا غريب، انا شويه وراجع. وتلاقي العمر بيمر وبتقعد 10 و20 سنه، بس برضه جواك احساس الغربه ده بيخليك تتصرف كده. عمرك ما هتتملك وعمرك ما هتجيب حاجه عاليه، ده كله بتسيبه لبلدك اللي هي اصلك، صح ولا لا؟ طيب ده الغريب. يعني ايه عابر سبيل بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كن في الدنيا كانك غريب. لو وقفت لغايه هنا كانك غريب يعني ايه؟ ما تتملكش في الدنيا. الدنيا اجر فيها، وخلي الملك اللي انت بتبنيه ده ابنيه فين؟ في الاخره، صح كده؟ ده معنى الغريب. طب ايه عابر السبيل دي بقى؟ اللي هو بعد ما النبي قال لك كن في الدنيا كانك غريب، لا 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 لا، هو بيقول لك كده، كان النبي عاوز يقول لك كده عليه الصلاه والسلام، لا مش غريب، لا ده عابر سبيل. عارف بقى ايه عابر السبيل ده؟ عابر السبيل ده اللي هو حضرتك بقى رايح من مصر للكويت، او نبعدها شويه مثلا نخليها اي دوله تانية، علشان هقول لك ليه دلوقتي. فنزلت ترانزيت في دبي، خلاص هي هب طبعا دبي معروف، فحضرتك رايح من مصر لاي بلد، فنزلت ايه ترانزيت كده ايه في المطار ساعتين 3 في دبي. فالساعتين 3 دول انت اسمك فيهم عابر سبيل. هو ده معنى عابر سبيل، معدي بس. لا انت غريب، هيبقى اسمك امتى غريب؟ لما تروح البلد اللي انت رايحها دي ايا كان البلد بقى. ولا انت مقيم اللي هو انت مصري وقاعد في مصر، ده انت في المطار ساعتين 3 ترانزيت، اسمك في الحته دي انت عابر سبيل. تصرفك عامل ازاي دلوقتي وانت عابر سبيل بقى؟ تخيل كده مندوب لكومباوند في دبي، قاعد في المطار في الترانزيت، وجي اول ما لقاك قاعد ترانزيت ساعتين 3 قال لك انا عندي اوفر انك هتاجر، مش هقول لك هتتملك، هتاجر في طبعا دبي دي انت لا في دماغك تروحها ولا انت بس الساعتين 3. فيقول لك ده احنا عندنا كذا كذا وبقسط على 20 سنه وبسعر رخيص يا عم. بالله عليك هتفكر في ده اصلا؟ هتفكر تاجر بسعر يا عم؟ لو قال لك انا هقول لك اهو يعني مثال اهو ب 10000 جنيه وانت مش في دماغك عمرك انك هتجي دبي دي، هتدفع 10000 جنيه في فيلا؟ لا. ليه؟ لاني انا عابر سبيل. امال عابر السبيل بقى بيبقى ايه اللي في دماغه؟ عابر السبيل اللي في دماغه انا عاوز الاكل والشرب اللي يكفوني لنهايه الرحله بس. عرفتوا ليه النبي لما قال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل؟ ليه النبي ما قالش على طول كن في الدنيا كانك عابر سبيل؟ عشان تفهم المعنى ده. عيش في الدنيا بنفسيه الشخص عابر السبيل، تزود منها يا دوبك الزاد اللي يوصلك. يبقى ما تستكثرش من الدنيا لانه حمل على ظهرك على الفاضي، مش محتاجه، لانك مش قاعد هنا.